مجنون عبير ده بيكون بيحضر المسلسلات الكورية، بجد بيكون بيحضر مسلسلات في المسلسل، لكن هو شنو ما عارفة، جنوا الولادات. الولد الكرعين ديل غبش، شفتوا بس قشرة الفول، قشرة الفول المدمس، ها الكرعين دي غبش، وطلعت عنقلطة فوق في هناي بتاع الكهرباء داك، بالابراج بتاعت الكهرباء ديك، طلعت عنقل فوق، قال ما نازل ما نازل ما نازل الا يجيبوا لي مسؤول. كمان قال لك طبعا السودانيين بيقوا متألقين شديد، ناس الكهرباء تشق مسكوا لك الكهرباء قطعوها، قال عشان ما يتكهرب يموت. الحساسيه دي جاتكم من 200 يا اخواني. المهم قال عشان قال ما يتكهرب يموت اكتر من الشباب اللي ماتوا، كان تخلوه يموت على اللي قال ضربة الكهرباء دي كان ماشي شهيد. المهم قطعوا لك الكهرباء، قال عن الام درمان كلها هناك، الابراج في العاشره دي مشت عنقل هناك، قال اللي يجوا الوالي ويجوا منو ويجوا منو، ذاتهم بالهم طويل جوه. قالوا خلاص طبعا لازم يعملوا فيها هم ناس ديمقراطيين وبيحافظوا على حياة الإنسان. عاد الحكومة دي كركرت جاتوا ليك ها طلباتك بشير لومي قال له طلباتك، قال داير، قال بحب عبير وداير عرس عبير وداير لي بيت وداير لي عربية. هي عبير ذاتها يوم أبيض، عريس ذاته يجي عرسك بالشحدة دايرة بشنو انتي؟ عبير ذاتها ما عندها موضوع، لكن نحن نطالب بالله يا بنات لو فيكم واحده عندها صوره عبير تجيب لي صوره عبير، عشان ذات انا اشوف عبير اللي عملوا القصه دي كلها عشانها دي، نشوف القصه دي حدها وين. والله فوضى شديده، كان تمسكوا تلصقوا له كفين ثلاثه لمصلحته. دي كمان قله ادب جديده، كمان دايرين يعملوا لنا امور جديده ثاني، كل يوم واحد بيمشي والله شوفوا يا حكومه انا بكلمكم، الزول ده لو وديتوه عربيه فعلا وديتوه بيت ثاني، كل يوم واحد حيمشي عن الله في عمود يعمل لنا حركه بايخه زي دي، الناس ما فاضيه، طلع داير يموت خلوه يموت، خلوه يموت طوالي، زول يحنس له زول ما في الفاضي منه. قال داير عرس، قال عبير وما الرجال ياما ماتوا في الحرب، الرجال ياما مشوا استنفروا، انت مستنفر عشان عبير؟ غايته كل يوم لقطه جديده. هذا كمان ادوني له هسه كمان شماروا الثاني قالوا لي دخل لي الثاني كمان ما شفت عمل شنو. البيت يوم عقده مشى خش جوا الخيمه بكل بجحت الدنيا ربنا اداله، مشى خش لك جوا الخيمه زط 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 قال لك ها، ومسك المأذون بيكتبوا فيه الكتاب، شال لك القسيمه شرط لون القسيمه، وشال الدفتر بتاع المأذون جدعه، وعمل لك لون كمان لقطات برضه، قال بيحب العروس. يا بيبي الله اهلها دقوا لك دق الميكا، اهلها تفوا لك تف دقوا دق العيش، لطشوا لك لطش جت ورط طفى النور منه. انت يا اولاد يعني دي امور جديده منكم، دي حركات جديده خلاص، يعني الحب كاتلكم. بكره الواحد يعرس الواحده يفرش لها زي ما يقولوا مع الكلاب، يوراها المغص والدغص، والليله حاب دي وبكره بتونس مع دي. حركات جرايد بس منكم ما اكتر من كده. والله الناس دي بقت تحب الدرامات بطريقه ما عاديه، خلاص شافوا الوطن صمت قالوا احسن نعمل لنا برنامج نهجد شويه. والله خلاص الشباب اتعودوا على الفعاليات الزي دي تاني، اقعدوا ساكتين اقعدوا في الواطه دي، خليه يدوروا لكم الخدمه الوطنيه تاني، يمشوا يدربوكم ذاته، عشان لانه جواكم طاقات ما قادرين تطلعوا الطاقات اللي جواكم دي، بدل تقعدوا تعملوا لنا امور زي دي خليه يودون يدربون يدخلون معسكرات تاني. معقوله؟ لكن هي تعيش البهجه لكن بالكذب. هي كان يمسح كرعين وده كان يلبس له هدوم كويسه واطلع فوق عشان حزارنا يعني نقول هناك البشتة نلزومه شنو؟ وبكله بيحت الدنيا يقول داير لي بيته عربيه، ما تمشي تشتغل زيك وزي الرجال، امشي اشتغل زيك وزي الرجال. هذول الرجال قاعدين يمشوا في الذهب ده، الرجال مشوا حفروا هناك، المات مات والليقه لقى في الذهب، الناس ركبت السنبك، الرجال يشتغلوا قدحمون، الرجال يشتغلوا حاجات كثير، امشي اشتغل زيك وزي الرجال بطراحك. يا اخواني الناس تكون كمان واعيه في حاجات، في ظواهر كده الناس لو شجعتها والله تاني كل يوم بتبقى هو زي قصه البت اللي ابتزت الرجال في التيك توك الداعمين. يا كلها امور زي دي، كلها امور زي دي، استنكاح بس، واستنكح. يلا.